بقولكوا ايه؟ انا مش عايزه حد يجي يقولي ده فلان كلمني علشان خاطر مصلحه. ما يكلمك عشان خاطر مصلحه، ايه المشكله يعني؟ هو انتوا ليه مش قادرين تفهموا ان ربنا مسخرنا لبعض؟ انا يا ريت حد يكلمني علشان عايز مني مصلحه، ولا يسأل عليا عشان عايز حاجه، هعملها له وهقول له عيوني ليك، ومش هينساها لي ابدا. هو انتوا ليه مش قادرين تفهموا ان ربنا مسخرنا علشان نقضي حوائج الناس؟ حوائج الناس دي كده كده مقضية بينا او من غيرنا، بس ربنا ادالك فرصة وتفضل عليك انك تكون سبب في قضاء حاجة بني ادم. ازاي ما تستغلهاش وانت كعبد فقير ذليل تقول ده عارفني علشان خاطر مصلحة؟ يا جماعة لازم يبقى عندنا ثقافة ان ربنا خلقنا علشان نبقى مسخرين لبعض، وكل واحد فينا يقضي حاجة التاني. انا بفهم في حاجة وانت ما بتفهمش في حاجة، انا ربنا هيسخرني ان انا اخدمك في الحاجة اللي انا بفهم فيها، وانت برضو ربنا مسخرك انك تخدمني في الحاجة اللي انت بتفهم فيها. فاحترموا نعمة ربنا اللي انعم عليكم بيها، انه اختاركوا انكم تكونوا سبب في قضاء حاجة بني ادم وانتوا ساكتين.